هوا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقالي تقريبا يومين ما نمتش، بقالي ساعتين عمالة بصرخ زي المجنونة في كل الناس اللي أنا أعرفهم واللي ما أعرفهمش. كتبت 100 كلمة في 100 ورقة، استشرت كل الناس اللي أعرفهم ما أعرفهمش المفروض تبقى مقدمة الحلقة إيه. بعدين اكتشفت بعد شوية وقت إن الكلام اللي يوصل للقلب لازم يطلع من القلب. انتوا حقيقي وحشتوني، حقيقي وحشتوني. وحشني ابتسامتك، وحشتني مشاعرك، وحشتني عينيكي دلوقتي اللي بتلمع، تاني شعرك والمايك. وحشني ضحكتك، ووحشني نميمتك، ووحشني كل حاجة فيكي. وحشتيني حقيقي، وحشتيني. عارفة انها كانت فترة طويلة جدا، فترة طويلة جدا عليا قبل ما تكون فترة طويلة جدا عليكم. كان عندي حلم حققته، حلم صغير صحيح بس حققته. فقدت ناس ماتوا، وفقدت ناس أحياء بس ماتوا بالنسبة لي. اتعلمت كتير الحقيقة في ال3 شهور ونص دول. اتعلمت دروس كتير قوي 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 ما اتعلمتهاش في السنين اللي فاتت. والحقيقة كنت خايفة ان انا ارجع. كنت عمالة بقول للناس هنا في CBC يا جماعة انا بقيت مرعوبة. انا كل ما اتكلم يا الناس بتحب قوي، يا الناس بتكره قوي، يا الناس بتمدح قوي، يا الناس بتشتم قوي. حاجة مرعبة. كمان كنت بسأل نفسي سؤال مهم جدا في ال3 شهور ونص اللي فاتوا دول. ليه أنا يا رب؟ ليه حب الناس دي كلها؟ ليه كل الناس دي ممكن تسمع كلامي؟ ليه كل الناس دي ممكن تسمع نصايحي؟ والحقيقة ما لقيتش إجابة غير حاجة واحدة بس، إن ربنا قال كن فيكون، وأراد إنه أنا أحبكم في الله وإنتوا كمان تحبوني في الله. فقررت إن أنا أقطع الأجازة. كنا هنستمر شوية كمان من رعبي وخوفي ونرجع لكم، نرجع لبيتكم أو ترجعوا لبيتكم وأنا أرجع لكم. غيرنا الديكور لسه ما خلصش كومبليتلي، ما خلصش خالص. في شويه تشطيبات وفي شويه حاجات، بس الحقيقه ان انا بشكر جدا الناس اللي اشتغلت على الديكور، بشكر الاعداد، بشكر الناس اللي اشتغلت في الفقرات الجديده. الحقيقه ان مش هي دي مقدمه البرنامج، لكن هي دي المقدمه بتاعتي انا ليكم. عينيكي اللي بتلمع دي وحشتني، وضحكتك اللي على وشك دي وحشتني، طبق اللب اللي جنبك وحشني، والعيال اللي انت عماله سكتيهم دلوقتي كمان وحشوني. جات لي رسائل بتقول ان كان في ناس عايشه، امهات وابهات مع البنات او الستات بيتفرجوا عليا وماتوا في خلال ال3 شهور ونص دول. الف ورحمه ونور عليهم. انا امك او انا اختك او انا صاحبتك. صحيح مش هعرف اكون البديل 100%، بس هحاول. نركز بقى. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات والستات الأمارات، في ال3 مواسم اللي فاتت عملنا قاعدة. القاعدة دي لا للإهانة، لا للخيانة، نركز على نفسنا، نحب نفسنا، نعمل مش عارفة ايه، نعمل ايه، نعمل. الموسم ده هيبقى موسم التطبيق. مش هنقع في فخ ال3 مواسم اللي فاتت. في الموسم ده أنا قررت إن أنا أدلعك. في الموسم ده أنا قررت إن أنا أهتم بيكي أكتر. في الموسم ده أنا قررت أهديكي أكتر.
في الموسم ده قررت ان انا اطبطب عليكي اكتر. في الموسم ده اللي فات كنا بنقول اشتغلوا، من النهارده من اول حلقه ان شاء الله هتشتغلوا. في الموسم ده هنطبق كل اللي احنا قلناه في ال3 مواسم باذن الله. انه احنا جالنا رسائل كتير قوي من عدد من الرجال كبير قوي بيقولوا يا رضوى يا شربيني او يا برنامج هي وبس خفوا علينا في الموسم ده. ايها الرجال المحترمون، رسالة ليك. الرجل الذي يريد المرأة ملاكا عليه أن يكون لها الجنة، فالملائكة لا تعيش في الجحيم. أكثر الرجال رجولة هو الرجل الذي يعشق أمه ويعطف على أخته ويخلص لزوجته ولا يعشق بعدها إلا ابنته منها. أيها الرجل، كن لها سندا تكون لك الحياة. نحن ليس ندا، نحن ليس ندا، احنا بس بقينا بنهتم بيها لما انت بطلت، وبقينا بنحترمها لما انت بطلت، وبقينا بنهديها لما انت بطلت، وبقينا سندها لما انت بطلت، وبقينا ظهرها لما انت بطلت. احنا بنطالبك في هذا الموسم انك تشاركنا اهتمامها بيها، تشاركنا سعادتها، تشاركنا فرحتها، تشاركنا دنيتها. هفضل اقول وحشتوني طول الحلقه. مشاهداتي العزيزات وامهاتي الجميلات وبناتي الحبيبات، نرجع للابتسامه الحلوه ونرجع الحلقه الجديده ومقدمه جديده جدا، ولكن بعد الفاصل.